يا الجيل كردفاني حبابك. سمينا قصة ثلاجة. والله للاجئين قصص وحكايات مؤثرة وطرق طويلة. نحن مرت بينا لاجئ بكريمة بحراز في مناجمنا. قلت بيهم شنو؟ وقلت وضع بلادي محتاج جلسة ومفاوضات ببشيش وعندي رسالة للقادة وأركان الجيش. من وضع اللاجئ جات بمناجمنا دغيش، قالت مسافر القاهرة تأمن وتاكل عيش. يا برهان وعطا والفريق كباش يحنوا علي يرجعوا المفرهد ماشي. من جمال اللاجئ المرام بدير انغاشي، خلت في قلوبنا حزنا وعلى فراق وأشاشي. وزارة الدفاع والأمن وساسة الدولة من الشفت ببحراز يا لا حول. لو لي كلمة أو وزير في الدولة من أهداف بلادي عاد اللاجئين هي الأولى. سفر القاهرة بالصي يا أيمن شديد ألمنا بسبب اللاجئ العرجون اللي عليه سلمنا. والنبي ترجع بيتين بصوت حزين كلمنا لما تقف حربة بلادي ويرجع أمنا. عندي رسالة للمصريين وكبار قادتكم، أمرا بفتح الحدود خبروا جيش دولتكم. زور اللاجئ الصغير سيتو فوق ذمتكم قبل فقدان السديرة ويهد قوتكم. يا صغيري يا العيون الجاهرة ليش بتلجأ وراك بتخلي الموايق ساهرة. وافتح لك دولة جوا الدواخل باهرة شرطا تسيب سفرك واللجوء للغاهرة. عندي رسالة لسفارة السودان، أمن وضع الرايد وبعض يصل بأمان. سيارة وفيلا وقدامها حديقة كمان، لما تقف حربة بلادي ويبقى وضعنا أمان. سفر مصر بالصي خلت في قلوبنا أحزان، بهدلة وعطش وخاصة للجديان. بفتح لك بوابة قلبي فيها أرقى مكان، بارش لك ضلوع قصور ومياه عذبة من شريان. سمحة ورايقة وليها وجن وشامة مربوعة وفدعة وشايلة دمار قدامه. واقف حداهم نطقت وقالت ما متأثرت وبكيت وسئت للدعامة. شالوا البوكسي بدري وصفحوا مد خط حلفة يمين وساب مناجمنا تعدى. بعد فارقنا الأريل اللي بيرصف خد خلى العبرة خانقانا وحلقنا نسد. بعد فارقنا الأريل اللي بيرصف خد خلى العبرة خانقانا وحلقنا نسد.